I am Iron Man. بص يا عزيزي، تخيل انا وانت كده قاعدين مع بعض في قعده على نفس الترابيزه اللي كنا قاعدين عليها الفيديو اللي فات، وجيت اديتك بدله وقلت لك جربها. جيت انت تجرب البدله، لقيت البدله بتخليك تطير، تضرب اي حاجه صلبه، تخليك تعمل حاجات مختلفه كتير. والاحلى من كل ده ان كل قطعه في البدله دي ليها سر، بنعرف منه الحاجه دي شغاله ازاي وبتحصل ازاي، وهل ينفع اصلا يكون ليها نموذج في الواقع ولا لا. النهارده هنتكلم عن البدله دي واحده واحده، خطوه خطوه، ونفهم كل حاجه فيها من الالف للياء. وكمان هنشوف ازاي العلم الحقيقي قريب منها قوي، وازاي قدرنا ان احنا نقرب، وممكن الخيال ده يقرب اكتر في المستقبل ويطلع حقيقي. بص يا عزيزي، اول حاجه هنتكلم عنها هي الارك رياكتور. بس قبل ما اشرح لك ايه هو الارك رياكتور، تعالى اوضح لك حاجه بسيطه عشان نكون معايا على نفس الخط. فاكر البدله اللي اديتها لك في اول الحلقه؟ فانت هتروح تلبس البدله، فاكيد البدله دي معموله من الحديد، فلما هتيجي تمشي بيها هتحس البدله ايه؟ تقيله جدا، مش هتقدر تتحرك بيها. فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ هتقع على وشك ومناخيرك هتتكسر. طيب عشان اقدر اتحرك بالبدله دي واقدر اطير بيها واقدر اعمل كل الحاجات الموجوده في البدله دي، اكيد محتاج حاجات جوه البدله تساعدني ان انا اتحرك. طيب الحاجات اللي جوه البدله دي عشان تساعدني ان انا اتحرك اكيد محتاجه مصدر طاقه. هل مصدر الطاقه بتاعها بسيط او صغير؟ لا، اكيد مصدر الطاقه ده كبير وضخم جدا، ضخم لدرجه انه ممكن يغذي محافظه كامله من الكهرباء. وده هو المثال بتاعنا بتاع الارك رياكتور، ده زي قلب البدله، مصدر الطاقه كله. طب يعني ايه اصلا كلمه ارك رياكتور؟ ارك يعني قوس كهربائي، ورياكتور يعني مفاعل، يعني مفاعل بيولد طاقه كهربائيه بطريقه مركزه جدا. طيب في فيلم ايرون مان كان في صدر البدله بتاعته كان مركز طاقه شغال وبيشغل البدله كلها. بس في الواقع العلماء قادرين يعملوا مفاعلات نوويه بس حجمها كبير، مش حته معدن صغيره. المفاعلات اللي شغاله دلوقتي بتحول الطاقه النوويه للكهرباء عن طريق ايه؟ تسخين الميه، بخار، توربين، كهرباء، ما الى ذلك. فكره الارك رياكتور مبنيه على حاجه اسمها نيوكلير فيوجن، الاندماج النووي، مش الانشطار. وده اقوى مصدر طاقه موجود في الكون دلوقتي. بس حتى اصغر نسخه موجوده عندنا لسه كبيره، ممكن تملأ اوضه ضخمه كبيره في معمل، وبتحتاج تبريد ومغناطيس عشان يقدر يوازن الطاقه. يعني لو هتحاول تحطه في صدر واحد، اعتقد اول ربع ساعه هيفرقع فيه. طيب بعد ما عرفنا مصدر الطاقه، تعالى نشوف البدله نفسها بتتحرك ازاي. البدله تقيله جدا، وزنها ممكن يوصل ل 80 و100 كيلو في الفيلم ده، غير الواقع ممكن يكون اكتر بكتير. البشر مش هيقدروا يشيلوا من غير موتورات قويه جدا انها تساعدهم انها تشيل الحمل ده في البدله. طب ازاي المواتير الموجوده جوه البدله دي شغاله؟ جوه البدله الاف من السيرفوس بتتحرك بالظبط على شكل حركه جسمك اللي بيخليها تتوازن. نظام داخلي بيقيس وزن كل جزء وبيوزع على الطاقه على الموتورات علشان تقدر تتحرك بحريه. حلو الكلام. يعني لو هتتحرك ايديك الموتور بيشتغل معاك، لو هتنط الموتور كلها بتظبط نفسها على الحركه اللي انت هتعملها. تعالى بقى على الجزء اللي كل الناس عايزه تعرفه، اللي هو الطيران. البدله في الفيلم بتطير باستخدام حاجه اسمها جيت، دفع نفاث من الارجل للظهر. في الواقع البشر قدروا يعملوا حاجه اسمها جيت سوت، الناس بتطير بيها فعلا، بس مده الطيران قصيره جدا، من دقيقتين ل3 دقايق، حراره الجو عالي جدا. في الجيت سوت ممكن يحصل لا قدر الله كسر، او ممكن تقع بالجيت سوت. يعني القفز الطولي اللي بيعمله بدلة ايرون مان في الافلام دي مستحيله دلوقتي، مش ممكنه. طيب البدله مش كلها اكيد طيران وحمايه بس، فيها اسلحه وانظمه، شاشات، اي رادار، كاميرات، تحليلات. كل الاجهزه دي موجوده في الحقيقه، بس موجوده في طيارات، موجوده في دبابات، موجوده في صواريخ. طيب الذكاء الاصطناعي اللي في البدله ده برين بتاع البدله كله، العقل كله المنفذ، بيتابع كل حركة جسمك، بيظبط التوازن، بيحلل المخاطر، بيراقب الأسلحة ويشغلها في الوقت المناسب، ياخد رأيك وياخد هو القرارات وقت الأزمات. يعني لو جينا بصراحة، بدلة ايرون مان كاملة مش موجودة، التكنولوجيا لسه مش قادرة انها تعمل كل ده دلوقتي. بص يا عزيزي، تخيل كده ايرون مان مش بس عبارة عن بدلة حديد او صواريخ، الحقيقة ان القوة الحقيقية موجودة فيك جواك انت. العقل بتاعك هو الارك رياكتور بتاعك، كل فكرة، كل خطة، كل قرار بيولد عندك طاقة، ودي الطاقة اللي ممكن تحرك حياتك بالكامل. الإرادة والشجاعة بتوعك هما المواتير اللي بتحرك البدلة وتخليك تواجه التحديات حتى لو الدنيا تقيلة عليك، وهي اللي هتحركك انت.
الجزء اللي جاي هنتكلم عن تفاصيل تانية وحلقات تانية وحاجات وأفكار جديدة، بس عايز أسمع رأيكم في الكومنتات، عايز أسمع إيه الأفكار اللي ممكن نقربها ونوضحها بالعلم جديدة ونقدمها في الفيديوهات اللي جاية. أشوفك الحلقة الجاية يا عزيزي. Iron Man.